ليست مستحيله، لكن السهل قوي هو المستخدم نفسه، وانا هديكم امثله بعد شويه. المستخدم نفسه الذي لا يلتزم بامن المعلومات هو النقطه الاضعف، ودايما المؤسسات تؤتى من قبله. مؤسسه زي اللي قلناها من شويه، اللي هي في امريكا، اللي هي في المخابرات، تم اختراق عن طريق افراد. طيب احنا عمالين نتكلم عن امن المعلومات ولسه ما قلناش ايه هو امن المعلومات اصلا. امن المعلومات هو عباره عن مجموعه نظريات واستراتيجيات هدفها ان هي توفر الحمايه للمعلومات. لما نقول توفر الحمايه يعني لا يطلع على البيانات او المعلومات الا المخول فقط. ممكن نقول ان هي الوسائل والادوات والاجراءات اللي احنا بنتخذها عشان نحمي المعلومات، بس هو ده المفهوم امن المعلومات. لا شوفي، في 4 مواصفات معينه لو موجوده عندي يبقى انا بنفذ امن المعلومات. يعني في اربع شروط لو موجودين عندي في المؤسسه والبيانات اللي انا بشتغل عليها يبقى هذه البيانات امنه. طب نعرفهم عشان نلتزم بيهم. رقم 1 السريه والموثوقيه. يعني ايه السريه والموثوقيه؟ يعني لا يطلع على البيانات الا المخول بها، دي اسمها السريه والموثوقيه. وان انا البيانات عندي تكون ايه؟ تكون بيانات ذات ثقه. طيب انا الامور هقولها ببساطه. رقم 2 التكامليه وسلامه المحتوى. يعني ايه؟ يعني اضمن ان البيانات المحفوظه عندي تكون كامله، محتواها سليم. طيب ممكن تدينا مثال بسيط بحيث ان الموضوع يدخل راسنا؟ في مثال بسيط قوي. لو في حد فيكم بيكتب وكتب ايه، انا اسمي فتحي احمد عبد العزيز، لو حد بيكتب احمد ممكن يكتبه باي طريقه. الاقي واحد يكتبها احمد الف بدون همزه، ممكن حد يكتبها بهمزه لكن يكتبها احمد، واحد تاني يكتبها اجمد، واحد يكتبها احمد، واحد يكتبها احمد، يكتبها صح. طيب لو كتبت بكل الطرق دي وجينا نبحث عن كلمه احمد، كتبت احمد اللي هي العاديه، هل هيجيب لي احمد ولا اجمد ولا احمد ولا احمد؟ لا طبعا مش هيجي. طيب ما كده البيانات دي غير امنه. كلامك صح. طيب ما احنا عايزين نخليها امنه. ايوه، انت مش عارف ان الجهات الحكوميه وكتير من المؤسسات الخاصه حاليا بيستخدموا طرق في ادخال البيانات دايما بتكون غالبا عن طريق الهويه، بحيث طبعا هم بيدققوا جدا في ادخال البيانات في الهويه، لان بعد كده كل المجتمع يستخدمها. بيبقى في اتفاقيات بين مؤسسه الهويه وجميع المؤسسات، بيبقى في جهاز يقرا الهويه ويدخل البيانات في الانظمه المختلفه، يبقى احنا كده بنضمن صحه ادخال البيانات. تقول لي طيب ما في بيانات تانية ممكن نكتبها، انا ممكن اجي اكتب اداره كذا فاكتبها خطا. اقول لك عشان كده دايما بيتعمل قوائم في البرامج عشان ضمان صحه ادخال البيانات. هذه امثله يعني. تمام. يعني دايما لا يترك الحريه للمستخدم في الكتابه، دائما نحاول ان احنا نلزمه بان هو يختار. ده يعني مثال على التكامليه وسلامه المحتوى. طيب الاستمراريه. ما معنى الاستمراريه؟ لو انا شغال حاليا والكهرباء قطعت، يبقى الاتصال اللي احنا فيه اتصال امن؟ طبعا لا، لان البيانات هتكون غير متوفره وبالتالي المحاضره مش هتتم. طيب لو الانترنت قطع، لو حصل اي مشكله، هيبقى احنا المحاضره بتاعتنا غير امنه. احنا عايزينها تستمر. عشان استمر لابد ان انا اتخذ بعض الاجراءات الاحترازيه اللي هي تضمن لي هذا الاستمرار، زي ما بيعملوا مثلا في البنوك والمؤسسات الى اخره. يعني لو حصل مشكله في الكهرباء يكون في نظام بديل يعمل تلقائي. لو في عندي مشكله في السيرفر، بيكون فيه سيرفرات بديله، لو واحد اصبح فيه مشكله ففي واحد ستاند باي معاه على طول يشتغل تلقائي بدون ما حد يحس وهكذا. ضمان استمراريه الحصول على البيانات وقت ما نطلبها، ده ايضا عنصر من عناصر امن المعلومات. يعني وقت ما نطلب البيانات نلاقيها موجوده، ده عنصر من عناصر
امن المعلومات. طيب كلام جميل. امال ايه عدم انكار التصرف؟ يعني ايه انكار التصرف؟ الحقيقه انت بتقول لنا كلام غريب. لا كلام غريب ولا شيء يا جماعه. انكار التصرف انتوا عارفين معناها ايه؟ واحد بيعمل معامله، دخل معامله، وبعدين المدير بيسال بيقول يا جماعه مين اللي دخل المعامله الفلانيه؟ فقال لا مش انا، الكل قاعد يقول مش انا. يا جماعه ده في مكافاه اللي دخلها، فالكل هيقول انا. هنا ايه عدم انكار التصرف؟ بمعنى ان انا ما يكونش يعني اللي دخل بيانات لا يستطيع الانكار، يكون في طريقه للاثبات، وده طبعا متبع. اي المستخدم اول ما بيسجل اليوزر نيم والباسورد بيتم تسجيل وقت دخوله، يعمل اي معامله بتكون موجوده في تقارير اداء خاص بيه، والمعامله بتكون محفوظه بمين اللي عملها في الوقت، باليوم والساعه والثانيه، باليوم والساعه والثانيه. تمام. فعدم ده المقصود به عدم انكار الايه التصرف. اذا الاربع امور دي موجوده في المعلومات فهي معلومات امنه. اذا واحده فيهم غير موجوده فالمعلومات بتكون غير امنه. اي استفسار يا جماعه؟ لو حد عايز يستفسر في شيء، اي استفسار، اي مداخله، اي مداخله. طيب انا هديكم مثال حاليا من الامثله. اتفضلي. والمداخله تكون قصيره. الو. طيب ايه رايكم؟ ده موقع ايه اللي قدامنا؟ مين يتواصل معايا؟ الموقع اللي السلام انا عليكم. عليكم السلام. الفيسبوك. اهلا وسهلا. لا طيب في مداخله عن موضوع امن المعلومات، بخصوص اتفضل. المثال اللي تكلمت فيه عن موضوع الاسماء، ان كيف اكتبها صح، احمد او اجمد او كذا. نعم. انا من خلال تعاملي مع بعض الانظمه في هذا الموضوع لاحظت ان في اختلاف في اسم مثلا محمد في الجواز. لاحظت نعم. في اختلاف بين الامارات، هكتب محمد دبل ام اي، هتكتب لا دبل ام اي. نعم. فهذا يعني ما اعتقد هل في نظام معين مثلا في الجواز او لا، ما ادري، لان انا لاحظت من جواز راس الخيمه غير، ابو ظبي غير، الشارجه غير، في كتب بعض الاسماء مثل محمد. والله هي ببساطه قوي اظن، يعني الامر ببساطه هيرجع للموظف اللي بيدخل يعني غالبا. بس احنا طبعا عشان ما افتيش، يعني الفتوى بدون علم امر غير جيد. ممكن نرجع للناس يعني فيها، بس اظن الموضوع ببساطته اكيد هيرجع للناس اللي بيدخلوا البيانات. طبعا في الهويه في دقيق جدا على البيانات اللي بتكون موجوده طبعا. طيب كان في اخت بتتكلم. ده موقع ايه يا جماعه اللي قدامنا؟ مين؟ فيسبوك. فيسبوك. طيب مين عرفكم ان هو فيسبوك؟ كتابته مكتوب عليه. فين؟ هو مكتوب انه فيسبوك. مكتوب فين؟ هذا موقع فيك يعني بيستغل اللوجو بتاع الفيسبوك. مين اللي قال لك انه فيك؟ الفيسبوك ما بيبعتش بالشكل ده، يعني بتبقى ما فيه بعتلناش حاجه. عفوا. الموقع صحيح لأنه HTTPS هذه سيف، يعني الموقع صحيح، بس الصورة يعني إنه مش محطوط اللوجو اللي دائما بنشوفه يعني. اللوجو موجود بس فيسبوك. بس الموقع مظبوط، لأنه هاي الاس معناها موقع سيف. طيب انا عايز افاجئكم بشيء. ده مش الموقع فيها دبل فيس بعد بوك. كلمة فيس دبل اي فيها خطأ. نعم مكتوب دبل اي. فيسبوك سي. شكرا جزيلا الاخت ايوه مكتوبة اي ايوه صح كده. انا استاذنكم اللي عنده صوت بيعمل ايوه. جزاكم الله خيرا. الاخت اللي قالت الدومين اللي فوق ده بنقول عليه دومين، او يعني
اليو ار ال او الدومين ده هنا خطا، هي اف الإي اي بس هنا ده دبل اي. انتوا عارفين مين اللي بيعمل الكلام ده؟ اللي بيعمل الكلام ده لو في جهه معينه محتاجه تجمع بيانات الدخول الخاصه بالافراد، بيقوم عامل ايه؟ بيقوم عامل برنامج صغير كده اسمه باتش، يقوم جاي مصمم صفحه زي فيسبوك بالضبط، زي اللي متصممه قدامكم دي، وبعدين يعمل ايه؟ يروح يجيب دومين، يحجز دومين، يشتري دومين يعني شبيه بفيسبوك، وفي طرق اخرى بتتعمل، ويجي يعمل ايه؟ يرسل الباتش ده عن طريق رسائل، يبعت لك يقول لك ايه، انت فزت بمليون درهم، وانا افرح بقى وزقطط وارقص، وفي الاخر يعني ايه؟ لا الاقي ولا درهم. واخد واضغط على الرابط وبيكون الباتش نزل عندي. اول ما اجي افتح فيسبوك ايه اللي يحصل؟ بتطلع لي الشاشه دي، ابدا ادخل البيانات الدخول، واضغط على تسجيل الدخول، الاقي ما فيش حاجه حصلت. امال ايه اللي حصل؟ ده اللي حصل ان البيانات اللي انا كتبتها هنا انا بعتها للايه؟ بعتها لاخونا اللي بيجمع البيانات. طب هو يستفيد بقى ايه؟ والله يستغلها بقى زي ما هو عايز، يعني هو عارف هو يعمل ايه. ده ممكن يحصل معانا في المؤسسات، يكون في جهه معينه محتاجه ان هي تخترق البيانات في مؤسسه، فحد يروح بقى المؤسسه كده وياخد ايه؟ يعمل برنت سكرين للشاشه، ويصمم شاشه شكلها بالظبط، ويعمل باتش يرسله من خلال البريد الالكتروني او باي وسيله اخرى للموظفين الموجودين في المؤسسه. يروح بقى للموظف على الايميل برضه كده يقول له ايه؟ اقرا مش عارف الفضيحه اللي حصلت لمين، فيروح بقى يعني ايه؟ بقول لك يا رايح كتر من الفضايح، انا مش عارف بقول ايه، الناس بيحبوا يقراوا الفضايح يعني، فيضغط لا يلاقي لا فضيحه ولا شيء. بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الباتش ده نزل عنده، ولما يجي يفتح البرنامج يحصل نفس الموضوع كده، يدخل بيانات دخول ما تدخلش. طبعا المره الثانيه بتكون ظهرت الصفحه اللي هي الحقيقيه، بيبدا ايه؟ يدخل بيانات فيها. طب نكتشف ده منين؟ ان احنا نركز على الدومين، نركز على الدومين نشوف هل هو صح ولا لا. طيب هنا في نقطه مرتبطه بدي، دايما المشاكل دي بتيجي عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك احنا دايما نقول ايه في حاله البريد الالكتروني؟ لا تستخدم البريد الالكتروني الا في الاغراض الرسميه فقط. لا تستعمل البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسه الا فيما يخص المؤسسه. ما ينفعش انك تستخدمه في امور شخصيه. البريد الالكتروني يعبر عن المؤسسه شئنا ام ابينا. الايميل ده طالع من مؤسسه كذا، ده فلان ده محمد اللي ارسل ايميل، لا، هو مرسل من المؤسسه. انت موظف داخل مؤسسه ومخول من المؤسسه باجراء امر معين، يبقى ليس من اللائق ولا من القانون ولا بما يتناسب مع سياسات امن المعلومات ان انا استخدمه في امور شخصيه. حد يقول لي طيب بتكبر الموضوع يعني، انت يعني ماسكني طول اليوم كل حاجه تقول لي بتكبر الموضوع. انا هقول لك الموضوع مش كبير ليه. شوف، انا احكي لك حكايه البريد اللي يحصل فيها عشان تعرف انا بكبر الموضوع ولا لا. غالبا في جهات بتجمع البريد الالكتروني، يعني في برامج، انا استخدمت البرامج دي كتير جدا. انا ممكن اجمع ملايين البريد الالكتروني في ساعات بسيطه. في برامج بتعمل الموضوع. تعمل ايه؟ تشغل انت البرنامج، تحدد له مثلا دوله، او حتى ممكن تحدد له منطقه، فيقعد يجمع منها بريد الكتروني. لا، وبيجمع كمان التليفون والعنوان. طب وبعدين في الشركات اللي بتشتغل في مجال التسويق بتحتاج البريد الالكتروني ده عشان ترسل من خلاله اعلانات وحاجات، بتعمل اعلانات لشركات بتكسب منها مبالغ ضخمه. طب ايه المشكله في كده يعني؟ المشكله في كده ان في جهات اخرى بتحب ان هي تجمع معلومات بصوره غير شرعيه، فممكن تعمل لي مشكله، تلغم لي شيء في رساله وترسلها لجهات حكوميه معينه. طب ايه المشكله يعني اللي ممكن تحصل؟ برضو مش فاهمين. المشكله ان الموظف لما يروح عنده الايميل فيه رابط هيضغط عليه، فيبدا يتم ارسال الاي بي الخاص بالجهاز للجهه دي، فالجهه بتكون قادره على الدخول على هذا الجهاز اللي هو موجود في الجهه الحكوميه. طب وبعدين ايه اللي هو فيها بعدين؟ ما خلاص هيبدا يطلع على اسرار، هيبدا يشوف ملفات الى اخره. لذلك احنا دايما نقول ايه؟
لا تضغط على رابط غير مهم. انت جاي لك رابط معين مش مهم، رابط انت مش عارف له قصة، مش عارف هو جاي بأي صورة، يعني ايه السبب وراه. اتصل بصاحب الايميل وقول له انت ارسلت لي رابط، الرابط فيه ايه؟ جالك على الواتساب مثلا رابط بدون داعي من صديق ليك حتى مقرب، لا تضغط عليه اذا جاي بصورة غير، يعني في حواليه شك. يعني زميلك ما قالكش انا هبعت لك رابط، لقيت جاي كده من نفسه، وغالبا يكون في كلام مبهم، او يقول لك ايه زميلك بيدعوك عشان انك تحمل برنامج كذا. غالبا الحاجات دي بيكون فيها مشاكل، ننتبه للكلام ده. عرفنا ليه ان انا لازم استخدم البريد الالكتروني الشخصي في اعمالي بس، انما البريد الالكتروني الرسمي للاعمال الرسميه، ولا اتواصل مع جهات غير الجهات اللي انا بشتغل فيها. ده انا هقول لك حاجه اكبر من كده، ما بيحصلش احيانا في المؤسسه اللي حضرتك موجود فيها انك تلاقيهم يقولوا احنا قطعنا التواصل مع المؤسسه الفلانيه. طب ليه يا جماعه انا قطعنا الاتصال معهم؟ يقول لك لانهم لا يلتزموا بسياسه امن المعلومات. الله، طب يعني ايه ما بي... لان ممكن يجي لنا من عندهم رسائل بريد الكتروني، هم مثلا السيرفر عندهم ما بيشيكش قوي على البيانات اللي بتيجي من خلال البريد الالكتروني، فممكن يصيبنا مشكله من عندهم. فشوفوا ازاي يبقى انا المؤسسه عندي عمال تعمل اجراءات وبتشتري اجهزه وبتشتري برامج وبتعمل، وانا اجي ببساطه اضغط على رابط اضيع الدنيا. يبقى ناخد بالنا من هذه الامور. اي المواقع هنا غير صحيحه؟ واضح الهوت انكم ميل. هوت ميل. هوت ميل. إيه، مظبوط. هنا في حرف اي طبعا زياده. نعم. بس عفوا، في بس مداخلة على حكاية تجميع الإيميلات. اتفضلي. في معارض طبعا قبل كورونا، يعني ناس كتير تروح على معارض تجارية ضخمة وكذا وإشوهات، والناس طالعين حيلاقوا 2 أو 4 واقفين على الباب إنه لو سمحت بس سجل اسمك وإيميلك عشان نبعت لك عروض أو مش عارفة إيش وهذا. بكون سجل اسمه وإيميله اوكي بخط اليد، هذه ولا في عروض ولا شيء، هذه البيانات بتروح بتنباع لجهات اللي هي بتجمع هذه المعلومات، وهذا بيصير كتير يعني. طبعا في بعض الجهات لا بتكون انه هي فعلا هي المنظمة، لكن في معارض تجارية كبيرة ما بتكون هي المنظمة، بتعرفش من وين اجوا هدول، جمعوا كل هاي الايميلات وباعوها للشركة الفلانية والشركة الفلانية بالرقم التليفون، وبتلاقي الناس بتتصل فيك فبقول لك انه انا اخذت الايميل او اخذت الرقم التليفون من حد بتعرفه او كذا. والله شوفي حضرتك اقول لك شيء، هو عمليه التجميع مش صعبه. يعني حضرتك لو ما كتبتيش في الورقه ما ممكن بيتجمع باي وسيله اخرى، لكن هي المعضله فين؟ المعضله ان انا لا اعطي بريد الكتروني رسمي. النقطه الثانيه، اذا انا جالي على البريد الشخصي ليا، ما ممكن اكون انا مهتم بان انا يجي لي عروض من الشركه دي فعادي بديهم، لكن اكون حذر في الرسائل اللي بتيجي ليا، اتعامل معاها بحذر. لكن الممنوع ان انا اعطي البريد الالكتروني الرسمي للمؤسسه في اي امور اخرى. ده بل اكثر من كده. شوفوا يا جماعه، من الامور المهمه ان انا لا استخدم البريد الالكتروني الرسمي في عمليات تسجيلات على الانترنت. يعني مثلا اني ما اروحش اعمل صفحه ليا على الفيسبوك بالبريد الالكتروني الرسمي، ما ينفعش. لازم اعمل بالايميل الشخصي. ده في اكتر من كده، ما ينفعش. يعني الصح ان انا هنحذف كلمه ما ينفعش دي، هنقول ايه؟ من الصح لما اجي اعمل عمليه تسجيل في اكثر من موقع، مثلا من مواقع التواصل الاجتماعي او برامج اخرى على الانترنت، الصح ان انا استخدم اكثر من بريد الكتروني. ليه؟
لان البريد الواحد لو تم معرفه او كسر الحمايه الخاصه بيه، لو انا بستخدمه في كل اعمالي، معناها كده ايه؟ ان كل اعمالي تم اختراقها. يبقى يكون عندي 4 5 ايميلات او اكثر استخدمهم في الاعمال الخاصه بي. وكمان في نقطه، الباسورد الخاص بيا يكون عندي اكثر من باسورد بستخدمهم. ما ينفعش الباسورد اللي انا بستخدمه في الدوام اروح استخدمه في الاغراض الشخصيه. حد يقول له في حد بيشوف الباسورد؟ ما ممكن يتعرف. يعني انا في المحاضرات الخاصه بامن المعلومات كنت بحركه بسيطه كده كنت بجمع الباسورد من الناس. انتوا عارفين كنت بعمل ايه؟ دايما في بدايه المحاضره بعمل فورم كده اقول للناس يا جماعه احنا لضيق الوقت المفروض ان في برنامج حضراتكم هتسجلوا عليه، لكن عشان الوقت ضيق حضراتكم هتسجلوا على الفورم ده. احنا في عندنا 3 انظمه، نظام خاص بالتدريب، وفي نظام للتواصل الاجتماعي خاص بالتدريب، وتسجلوا لنا بيانات الدخول الخاصه بكم على البرنامج الحكومي او البرنامج الرسمي. طبعا دي بيكون البرنامج اقول لهم خلاص انا كده ايه، لقد ربحت اليوم ربحا عظيما، انا كده اقدر افتح الفيسبوك الخاص بيكم وتويتر وكل شيء. فطبعا الاقي ناس بيفتحوا عينهم ويفتحوا افواههم، قال لهم ايوه انتوا مش اديتوني اليوزر نيم والباسورد؟ فبعض الناس يقولها صح، ايوه اللي بيحصل ان احنا بنعمل ايه، بنكتب نفس اليوزر نيم نفس الايميل اللي بنستخدمه في اكثر من موقع، بنستخدمه في المواقع كلها، والمشكله احيانا نكون بنستخدمه في الدوام. ده غلط كبير. الايميل ممكن يكون سهل، انما بنلاقي اعتراضات في نقطه ايه، حد يقول يعني هو انا بحفظ الباسورد الواحده اللي موجوده معايا عشان تيجي تقول لي لكل برنامج من البرامج يكون لي باسورد مختلفه؟ ده استحاله. انا بكتبها قدامي بستيكر كده عشان احفظها. قال له اي، ما هو ده من ضمن الاجراءات الخطا. انت كده كل من سهل، مش القانون بيقول كده، كل من سهل وكل من اهمل فيها ما اهمل، انت كده سهلت واهملت فعليك حبس وغرامه. ما ينفعش. طيب السؤال هنا، طيب كيف اتصرف؟ انا محتاج اعمل يعني نعمل لكل برنامج باسورد مختلف. هقول لكم طريقه سهله، شوفوا تعالوا. احنا هنتفق على مبدا، والمبدا ده هيكون في راسنا، ونطبق المبدا هيطلع لنا باسورد بس. وبالتالي لما نطبق المبدا اللي هو قاعده، يعني لما نطبق القاعده على كل برنامج هيطلع لنا باسورد مختلف. تعالوا ناخد امثله عشان الموضوع يكون واضح. انا هنا قلت قاعده، قلت ايه؟ قلت انا هدخل مثلا على موقع معين، دايما هاخد 3 حروف من البدايه، يعني FAC. تمام؟ هاخد 3 حروف من البدايه FAC، وبعد كده هعمل علامه آت، ويكون عندي جزء ثابت انا حافظه في راسي ما اقولش لحد عليه، هيكون بسيط. هو ده بقى اللي انت هتحفظه، مش انت من هواة انك تحفظ باسورد واحده، احفظ لي بس الجزء ده. ويكون 4 5 حروف مع ارقام، يبقى 3 حروف. دي قاعده. انت ممكن تعمل قاعده غيرها، بس انا بديك مثال يعني آت، وبعد كده جزء ثابت. الجزء الثابت اللي هنا العلامه دي و4 5 وعلامه الساين دولار اللي هي دي، وبعد كده آت، ثم 3 حروف من النهايه اللي هي دبل اوكي. يبقى انا كده عملت باسورد، وباسورد قوي جدا. طيب لو جينا نجربه على حاجه ثانيه، لو انا جيت عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل جوجل. انا ممكن بدل ما تقول 3 حروف انا ممكن هاخد حرفين، وبدل ممكن ما اقول آت هعمل علامه ثانيه، وهكذا. واضح النقطه معاكم؟ اقولها ثانيه، يعني عشان ان يكون ليك باسورد مختلف لكل موقع من المواقع.
انت حدد قاعده، والقاعده دي خليها في راسك. انت ممكن تاخد في الاول 3 حروف من الاول، 3 من النهايه، ممكن تاخد الحرف الاول والحرف الاخير تخليهم في بدايه الباسورد، براحتك يعني. واضح يا جماعه؟ طيب انا هستاذنكم نعمل باسورد الهوت ميل ونكتبه على الشات. اعملوا قاعده ونكتبه على الشات. خلونا نعملها بنفس القاعده اللي انا قلتها، 3 حروف من الاول و3 حروف من الاخر، وفي ات قبل وات بعد الجزء الثابت. نشوف كده هتعملوا ايه. فين الشات؟ هوت ميل ات، لا مش كده. هوت، ماشي، ال3 حروف اللي في الاول هوت اي اي ال ات. طيب انا اللي عامل هوت اي اي ال مش واضح لي، القاعده هنا غير مطبقه. ما انا قلت ليه نعمل القاعده اللي انا قلت عليها، عشان ان احنا نشوف عاملين صح ولا لا. اللي عامل في الاخر هنا هوت ماشي مظبوط، والعلامه دي، وهنا رقم والعلامه، وبعد كده بي ار اتش. البي ار اتش ما جبناش ال3 حروف اللي في الاخر. صحيح في البريد اللي وصل لنا مجانية. يمكن بتتكلم عن شيء تاني. تمام. تمام مثلا كده ماشي. وتحدد انت هتخلي هوت ميل بس ولا هتختار هوت ميل معكم. المهم يا جماعة شوفوا احنا كده شرحنا القاعدة. تمام. الطريقة دي طبعا خاصة بيا، يعني انا اللي بعملها، مش ان هي مثلا طريقة مذكورة في جهة معينة وكده، لا دي طريقتي انا. تعالوا نكمل. انا شاكر جدا طبعا للناس اللي اتفاعلت. الوقت يداهمنا على رأي واحد. طيب انا هروح على نركز بس في الامور اللي هي الاكثر اهميه. تعالوا نشوف الهندسه الاجتماعيه، هلخصها كده في 10 دقائق. دي احنا بنديها في محاضره كامله. سوشيال انجينيرنج يعني ايه الهندسه الاجتماعيه؟ على فكره الهندسه الاجتماعيه دي بيتم استخدامها في البيع وفي الشراء، والناس اللي بيحبوا ياثروا على البعض في مجال التفاوضات مثلا وخلافه. لكن احنا هنشرحه هنا من وجهه امن المعلومات. ايه الهندسه الاجتماعيه؟ الهندسه الاجتماعيه ببساطه نقدر نقول ايه؟ هي طرق نفسيه بيتم استخدامها للتاثير على الغير. انا عايز اوصل لهدف معين، فانا بتلاعب بنفسيه اللي قدامي بطرق معينه. الطرق دي هنتكلم عنها بعد شويه. طيب نقدر نقول عليه ان هو فن الوصول للمباني والانظمه والبيانات عن طريق استغلال علم النفس البشري بدلا من عمليات الاختراق اللي هي العاديه. طبعا الطريقه دي من اخطر طرق اختيار البيانات، اختراق البيانات. ليه؟ لانها مرتبطه بالعنصر البشري. العنصر البشري اللي هو اضعف حلقه من حلقات امن المعلومات، وغالبا الجهات لا تعطي لها اهميه كبيره، فلذلك بيجي الهجوم منها بيكون ضار جدا يعني. طيب طبعا بنقول هي بتعتمد على غرائز البشريه الى اخره. تعالوا نشوف امثله على الهجمات بالهندسه الاجتماعيه. الهندسه الاجتماعيه المعنى فيها ان في ناس بيتواصلوا مع بعض، لكن واحد فيهم بيلعب على الشخص الاخر. اديكم مثال. احنا في محاضره من المحاضرات واحده قالت احنا جالنا المؤسسه عندهم متعاقده في تعاقد، ده ما كانش في دوله الامارات، كانت دوله عربيه ثانيه،
كان في تعاقد مع جهه معينه بتعمل لهم عمليات الصيانه الخاصه بالمؤسسه. وفي مره جالهم واحد قال لهم انا جاي من شركه كذا، الشركه اللي بتاعت الصيانه يعني. كانت هي سكرتيره، فقامت عن الجهاز واخونا قعد ساعات يعني. فهم طبعا عمالين يقولوا يا ده انسان مخلص جدا. يعني خد وقت طويل طبعا، هو مخلص طبعا. والغريب ان جه يومين ورا بعض. فبعدها بعده ايام بتقول الشركه نفسها هم كانوا طالبين منهم، يعني هم كانوا طلبوا ان حد يجي عندهم مشاكل معينه في الاجهزه والامور دي. فبعد كام يوم لقوا في حد جاي من الشركه عشان التيكت اللي هم كانوا عملوه الخاص، يعني كانوا بلغوا انه في عطل معين. فهم قالوا لهم الموظف جه من عندكم وعمل الموضوع. قالوا ما بعتناش حد. فتواصل مع المؤسسه، لا ما تمش تكليف اي موظف. هم قعدوا يدوروا في الموضوع وشافوا الكاميرات، لقوا ان ده شخص تماما مختلف ثاني تماما. الله اعلم بقى ايه البيانات اللي هو كان محتاجها بالضبط وخدها. طبعا دي عمليه اختراق خطيره جدا، لان احنا يعني سلمنا القط مفتاح الكرهر. يعني انا مش عارف انتوا عارفين معنى المثال ولا لا، بس هنا احنا دخلنا الحرامي بيتنا بنفسنا يعني. طيب تعالوا نشوف الجوانب الموجوده الحسيه والنفسيه الموجوده. اولا بيتم استغلال مكان العمل. خليني اديكم مثال. المثال انا اديته من شويه. واحد ادعى ان هو موظف في مكان معين ودخل بنفسه وبذاته وجلس وخد البيانات. او احيانا الشائع يرسلوا موظف معين، طبعا بيرسلوا حد يكون محنك جدا في الامور دي، يعمل ان هو عامل نظافه اي مراجعه ويتنقل بين مكاتب الموظفين. لذلك بنقول دايما في امن المعلومات ايضا لا يدخل مكاتب العمل الا اصحاب العمل فقط. انا شفت مؤسسه الحقيقه في ابو ظبي يعني هايله جدا في الامور دي، ان كانت عامله انظمه معينه لا يسمح بدخول المكتب الا الموظفين اللي في المكتب بس. المقابض الخاصه بالمكاتب فيها سنسور معين يفتح للموظفين فقط، او الموظف موجود وبيستقبل المراجع اذا كان مسموح به. نعم. حيا الله ابو احمد. طيب يبقى دي النقطه الاولى، مكان الايه؟ زمان الوزاره قفلت، كان زمان الوزاره قفلت. نعم. لا احنا ما هو الامور بتتعمل، كل حاجه بتتعمل من باب قديم وتاه. لسه فاكر؟ الو. حضرتك معانا؟ شوفوا يا جماعه. نعم. مكان، احنا بنتكلم حاليا في مكان الايه؟ حاضر. بنتكلم في مكان العمل. اي تعميم؟ لا ما سوينا التعميم. لا ما سوينا. الناس اللي معانا يا جماعه متأكد. صوت الاخت يلي معانا ما لها عارفه، يبدو انه صوتها مفتوح. مش يبدو، هو اوكي. ما بتقدروا تعرفوا انه انا واخت وتتصلوا فيها؟ يا ريت يا جماعه نعمل ميوت للصوت. طيب النقطه الثانيه الهاتف. بيتم استخدام الهاتف أسوأ استغلال. شوفوا، إذا مش معمول نظام أمان على الهواتف الموجودة في المؤسسات، في بعض الجهات ممكن يجيب جهاز تليفون معاه يوصله في الفتحات، وممكن يحاول ان هو يخترق مكالمات او ان هو يعمل مكالمات من داخل الجهه نفسها. طبعا دي نقطه خطيره. اذا جالي اتصال من جهه معينه، انا بكلمك من البنك الفلاني، ده رقم البنك، صحيح، فيبدا يتكلم معايا يطلب حاجات والى اخره، هسلم له البيانات انا، صح ولا لا؟ طبعا في فيديو الهاكر كان معمول مؤتمر في امريكا للنقطه دي تحديدا. كان في حد من الاعلاميين راح يغطي المؤتمر، وبعدين الهاكر نفسه قالوا له احنا ممكن نختار لك اي بيانات انت عايزها، في امريكا طبعا. فاتواصلوا مع الجهه الخاصه بالضمان الاجتماعي، واللي اتصلت واحده وادعت ان هي يعني شغاله صوت تسجيل طفل كده معاها،
استخدمته في التاثير على الطرف المقابل ليه؟ قالت له والله انا زوجي على سفر وانا على سفر والتليفون ضاع مني، بيتصل من تليفون تاني، وطلبت منه تغيير الباسورد، وضافت نفسها على الضمان الاجتماعي الخاص بيه، عملت حاجات عجيبه الشكل بالهندسه الاجتماعيه. طيب بالنسبه للنفايات، النفايات ايضا في غايه الخطوره. النفايات اللي هي الزباله، الله يعزنا ويعزكم يا رب. ما ينفعش اي بيانات ترمى حتى لو كانت مسودات مكتوبه بالقلم. ليه؟ لان عن طريقه ممكن يتم استخدامها استغلال سيء. خليني اديكم مثال. بافتراض ان سين من الناس محتاج يخترق مؤسسه معينه، فكان دايما يبعتوا حد يجمع الايه؟ يجمع القمامه اللي موجوده، وعايز يخترق النظام المعلومات اللي موجود. فلقوا موظف الله يكرمه كاتب ايه؟ كاتب ان في اجتماع لرؤساء الادارات المختلفه مع المدير العام يوم الثلاثاء 15/4 مثلا، تمام؟ الساعه 9 في المكان الفلاني في قاعه كذا داخل المؤسسه يعني. هل ده يمثل شيء؟ وكان بيكتب وراهم بالقلم. هل المعلومه دي تمثل اي شيء؟ اي خطوره؟ تعالوا نشوف كيف يعني تترتب المشاكل على هذه المعلومات. فالجماعه اللي هيخترقوا البيانات رتبوا نفسهم، جم في نفس اليوم في نفس الوقت اللي فيه الاجتماع، واتواصلت واحده مع مين؟ مع المسؤول في امن المعلومات، وقالت له انا سكرتيره المدير العام. المدير العام في اجتماع حاليا، طبعا هو عارف ان هو في اجتماع، فطبعا خلاص هنا صدق. وكمان دي السكرتيره ومتصله من عند مين؟ المدير العام، يعني لو قصر يعني هتبقى مشكله يعني. فالمدير العام مش قادر يفتح النظام عنده وهو في الاجتماع، نسي الباسورد، بعد اذنك ابعت لي الباسورد على الرقم ده. فعلى طول اخونا بسرعه يعمل باسورد جديد ويبعته ليها. طبعا ده خطا كبير، خطا ضخم، وهو لا المدير العام ولا شيء. فالجامعه خدوا بيانات الدخول ويدخلوا على البيانات، وبيانات مين؟ المدير العام، فيقدروا يسووا الهوايل يعني. امال الصح يعمل ايه؟ والله مدير عام او غير مدير عام، في اجراءات رسميه موجوده في السياسات لابد يتبعها. لا يرسل الا على الجهه المتفق عليها من خلال السياسات نفسها في ارسال باسورد. وما فيش حاجه اسمها موظف اي تي بغير باسورد. ممكن يرسل باسورد مؤقته ويترك طبعا المجال للموظف ان هو يغير بنفسه. الموظفين اللي بيخلوا موظف الاي تي يغير باسورد ده خطا كبير. ما ادراك ان الموظف ده نفسه هو اللي ممكن يضرك. فنشوف هنا ممكن يتم استغلال هذه البيانات باي طريقه. طيب بالنسبه للانترنت، هل البيانات اللي احنا بنكتبها على الانترنت ممكن تضرنا في شيء؟ اوه كتير قوي، ده في قصص وروايات وحكايات. شوف اقول لكم شيء. في ناس دايما اللي يجوا يسافروا، في ناس هواة اللي يكتبوا كل شيء. والله انا بطبخ كذا وبتصور وتحط، والله ده انا هلبس كذا اليوم وانا خارجه، ده احنا رايحين اسبوع نقضي اسبوع في المكان الفلاني. والحرامي عمال يتابع، عرف ان البيت هيكون فاضي لمده ايه؟ لمده اسبوع. خد معلومه حلوه كويس. دي نقطه من ممكن الضرر يجي منين؟ من خلال الانترنت. تعالوا نشوف بقى ضرر اكبر شويه، او هي كلها حاجات كبيره. لو انا رحت شيش البترول واديت الفيزا للموظف اللي هناك وقلت له الباسورد كذا، لو الموظف خد صورة للبطاقة دي، خد البيانات الخاصة بيها وهو بسرعة كده يعني، هل ممكن يقدر يضرني في شيء؟ ممكن. هتقولوا صعبة، لأن ده احنا لما نيجي نغير شيء بنتصل بالتليفون على البنك فبيقعدوا يسألونا أسئلة كتيرة. طيب أنا أسألكم الأسئلة دي عبارة عن إيه؟ تاريخ الميلاد. طيب ما هو معروف تاريخ موجود في الإنترنت. سهلة. إيه تاني؟ والله آخر عملية سحب. ما حضرتك ما بتبلش فوقك فولة فأنت كتبت، دي موجودة برضو. إيه تاني؟ لا أنت بتكتب تاريخ حياتك على الإنترنت، فالأمر سهل. غالبا لما هيجمع بقى، ما هو عمال يتابعك وبيسجل وراك بيانات، غالبا هو هيخترق البيانات الخاصة بيك. شفتوا ازاي ممكن تترتب الامور على بعضها؟ يبقى ده الجانب الحسي. طيب بالنسبة للجانب النفسي، في التزيي بمظهر صاحب السلطة.
دايما لما يروح واحد ويعمل نفسه يقول له ايه انا مدير كذا، دايما هي صفه موجوده في البشر، كل البشر، ان اللي في درجه اقل بيحاول يرضي من هو اعلى منه. زي ما شفنا من شويه الاخت اللي ادعت اللي هي ان هي سكرتيرة المدير العام، طبعا اتعامل باحترام وبسرعه وبشياكه وخلص الامور. التزيي بمظهر الاغراء بامتلاك شيء. لو انا موظف في مكتب معين وبعدين جالي موظف الاي تي، طبعا موظف الاي تي نحذر من موظف الاي تي اللي بيعمل صيانه. المفروض لما يجي يعمل لي عمليه صيانه لازم يكون جاي لي قبلها تبليغ ان هيجي لك الموظف اللي اسمه كذا في الميعاد الفلاني عشان هيعمل كذا. المفروض لما يجي لي انا اشوف الهويه الخاصه بيه. مفيش حاجه اسمها اتفضل زي الاخت اللي خلت الموظف قعد وسوى الهوايل ده. مش اي موظف يجي اتفضل اقعد، لا، لازم اشوف الهويه الخاصه بيه. ليه؟ لان ده هيدخل على الكمبيوتر اللي ممكن يحرمني من اولادي. صح ولا لا؟ اخونا اللي اتسجن في 500,000 ده مش اتحرم من عياله وحرم عياله منه وتعب عيلته كلها؟ لا، انا دقق في الاجراءات لان هو التزام بالقانون. فغالبا لما يجي شخص محتاج ان هو يضرني في شيء يقول لي ايه، انا معايا تحديث عملته للموظفين كلهم، فاضل المكتب عندكم بس وبقى 10 دقائق على انتهاء الدوام، اعمل ولا خلاص امشي؟ فعامله بالضبط لما تروح تشتري من حد يقول لك ايه ده انا بعت اليوم 100 قطعه لسه القطعه دي بس، وحاجه كده موجوده في التكوين البشري. حتى الحاجه دي انا ممكن اكون مش محتاجها، لكن طالما هتبقى شحيحه خلاص كان داخلي شيء يقول لي لا 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 بسرعه هاتها. فدي كلها عمليات اغراء بتتم على البشر. فطبعا لما يقول لي كده لا اتفضل اجلس دخل برنامج. النقطه الثالثه ابراز اوجه التشابه. غالبا لما في حد هيخترق جهه معينه بيعمل ايه؟ بيدرس الجهه دي بصوره جيده جدا، وبعدين بيجمع معلومات عن الموظف الطيب. طبعا هو هيختار موظف طيب، يعني انتوا عارفين طيب معناها ايه بقى في تمام؟ هيجمع عنه معلومات، درس فين، اولاده مين، اسمه ايه، تاريخ ميلاده، وبعدين يروح يختلق موقف انه يتقابل معاه. فاقول له اهلا فلان، اهلا حسن ابراهيم. اقول له انت اسمك حسن ابراهيم؟ هو هيتكلم معايا يعني، فاقول له انا اسمي حسن ابراهيم. اقول له انت اسمك ده؟ انا اسمي كمان حسن ابراهيم. معقوله؟ طيب والله يعني اياك تقول لي بقى انك انت خريج جامعه كذا. ده انا فعلا خريج نفس الجامعه. وهو معاه بقول له ده انا عندي ولد اسمه كذا، فالتاني يقول له ده نفس الموضوع. فكل ما يدي له شبه كل ما الحواجز اللي بينهم تتساقط، وبعدين اخونا التاني يكون يعني ايه سواها على الاخر يعني. فيبدا يطلب منه طلبات معينه، ممكن يساله في امور في بيانات، ممكن يطلب منه خدمه معينه، فيبدا الشخص التاني يلبيها وهو تحت تخدير اوجه التشابه. يعني ده احنا والشخص ده شكل بعض، احنا حبايب. ده ايضا اسلوب من الاساليب اللي بتستخدم. رد الجميل. رد الجميل شخص هيعمل فيك جميل معين وانت هتحس انك انت محتاج تردوا له هذا الجميل. زي ايه؟ زي واحد محتاج يعرف بيانات معينه، راح جلس في مكتب موظف وهو جالس كده عمل ايه؟ سحب الواير الخاص بالكمبيوتر. الكمبيوتر مش هيشتغل، هو عمل له عمليه تعليق بس كده يعني. فالموظف يطلع فوق وينزل تحت ويحاول يشوف، يقول له طب ممكن اساعدك؟ اتفضل. فهو يلف كده ويوصل الكمبيوتر فيشتغل، فتقول له ما شاء الله ممتاز عليك، والله ده انت تأمرني بأي شيء، اتفضل ايه اللي انت محتاجه؟ ده اسمه اسلوب رد الجميل، من الاساليب اللي بتستخدم. انتحال الشخصيه. اذا اسمح لي بس في كلمه مختصره، نقرا سياسه امن المعلومات ونقرا القوانين الخاصه بجرائم تقنيه المعلومات
ونحاول ان احنا نكون رسميين في التعامل مع البيانات. مش هقول انا يا سيدي مش هكلمك اقول لك عشان تحافظ على دولتك، ولا اقول لك عشان تحافظ على المؤسسه اللي انت بتاكل منها عيش، لا، عشان تحافظ على نفسك وعشان تحافظ على اولادك. تمام؟ يعني انا لا اكلمك في وطنيه واقول لك ايه عشان الوطنيه وعشان، لا، ده انا اكلمك اقول لك خد بالك من نفسك، خد بالك من المعلومات اللي تحت ايديك، لان هي اول ما هتضرك انت واولادك. طيب نقطه مختصره ثانيه، اذا حبيت ان انا احافظ على بيانات مهمه جدا عندي، احتفظ بيها على وسيله لا تكون متصله بالانترنت ولا باي شبكه من الشبكات. اتفضلوا لو في حد عنده اي استفسار.